بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله. أفادت مصادر إعلامية أن سفينة عسكرية منتمية لأسطول البحرية الأمريكية قد حلت بميناء أجادير في إطار مناورات مشتركة مع وحدة من البحرية الملكية المغربية. وأضافت المصادر نفسها أن المناورات التي ستشهدها المياه الإقليمية لأجادير ستستمر لمدة 3 أيام بمشاركة أزيد من 350 ضابطا وجنديا أمريكيا. وفي تصريح لوسائل إعلام محلية قال قائد الطرادة العسكرية روبرت تومسون إن المناورات تتضمن تمارين مختلفة وضمان سلامة البحرية، معربا عن ارتياحه للاستقلال الحار الذي حظيت به البحرية الأمريكية بميناء المدينة. دمتم سالمين وإلى اللقاء.